السلام عليكم ورحمة الله. ولأنه كل ما يبدأ باسم غير اسم الله ناقص، فبسم الله الرحمن الرحيم. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض المشاكل الخاصة ببرنامج السوليد وورك. لما بتيجي تفتح برنامج السوليد وورك بتلاقي واحدة من الرسائل اللي ظاهرة قدامك على الشاشة دي طالعة معاك، وبعد ما بتضغط على أوكي البرنامج بيقفل ومش بيرضى يفتح معاك. ايا كانت بقى رسالة الخطأ اللي بتطلع لك، هو كده كده المشكلة بتكون عندك في الكراك. فالنهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض شوية خطوات عشان نقدر نحل بها المشاكل دي، فانصحك تكمل الفيديو للآخر لان احنا هنشرح 4 خطوات مختلفين عن بعض. فلو ما نفعتش معاك الطريقة الأولى هتجرب التانية والتالتة والرابعة، وان شاء الله واحدة فيهم تظبط معاك. ان شاء الله مش هتخرج من الفيديو ده غير وانت حل كل المشاكل الخاصة بالسوليد وورك والبرنامج يشتغل معاك. هنيجي نروح لأول حل مع بعض. هتروح تفتح الزيز بي سي وبعدين تروح على كورس السي. هتلاقي عندك ملف الكراك موجود اللي هو الفليكسنت سيرفر الخاص بالسوليد وورك. لو ما لقيتش الملف ده موجود مفيش مشكلة، هنعرف مع بعض ازاي نضيفه. دلوقتي في حالة انك دخلت ولقيته موجود هتفتح الملف بالشكل ده، وهتيجي تروح على السيرفر انستول اللي هو الملف ده وتضغط عليه كليك يمين بالشكل ده، وبعدين تيجي تضغط على run as administrator. هيجيب معاك الشاشة السوداء دي وهيحمل شوية، وأول ما يقف بالشكل ده هتيجي تضغط على مسطرة من الكيبورد وتيجي تروح تفتح برنامج السوليد وورك تشوفه هيشتغل معاك ولا مش هيشتغل. انا بالنسبه لي البرنامج اشتغل معايا على طول، لان انا كان عندي مشكله في السيرفر انستول. اول ما شغلته كمسؤول البرنامج فتح معايا. لو ما نفعتش معاك الطريقه الاولى هتيجي نجرب الحل التاني. هتضغط من الكيبورد على ويندوز مع حرف الار، هيفتح لك نافذه ران دي. هتيجي تكتب فيها سيرفيس دوت ام اس سي. انا هسيب لك الامر ده هتاخده كوبي على طول، وبعدين تحطه هنا وتضغط على اوكي. هيفتح معاك نافذة سيرفيس بالشكل ده. هتيجي تتأكد ان لغة الكيبورد عندك اللغة الانجليزية مش اللغة العربية، خد بالك من الحتة دي. وهتيجي كده تقف على اي اوبشن من اللي موجود وتضغط عليه ضغطة واحدة بس تظلله بالشكل ده، اي حاجة من اللي موجودين مش شرط حاجة معينة، وبعدين تضغط على حرف الاس من الكيبورد. هينقلك على كل الكلمات اللي بتبدأ بحرف الاس. هتيجي تنزل شوية كده لحد ما تلاقي امر سوليد ووركس فليكسنت سيرفر. هتيجي تروح عليه وتضغط كليك يمين وبعدين بروبرتيز. هتيجي من هنا وتتأكد ان الاوبشن ده اوتوماتيك مش اي حاجة تانية غير اوتوماتيك، وده مهم جدا. وبعدين تيجي تضغط على ستوب. هتلاقيه واقف معاك بالشكل ده. هترجع تاني تشغله هتضغط على ستارت، وبعدين ابلاي وبعدين اوكي، وبعدين تقفل نافذة سيرفيس بالشكل ده وتروح تجرب البرنامج تشوفه هيفتح معاك ولا مش هيفتح. لو ما فتحش معاك هنيجي للحل التالت. هتضغط برضو من الكيبورد على ويندوز مع حرف الار وهتكتب برضو سيرفيس دوت ام اس سي وبعدين اوكي، وبعدين هتيجي تظلل اي حاجة موجودة وتضغط على حرف الاس. وهتيجي تنزل لتحت شوية لحد لما تلاقي سوليد ووركس الكتريكال كول، وبعدين تضغط عليها كليك يمين وبعدين بروبرتيز. وبعدين هتيجي تتأكد ان هي اوتوماتيك معاك. هتضغط على كلمة اوتوماتيك بالشكل ده عشان كلمة ابلاي دي تظهر معاك، وبعدين تضغط على ابلاي وبعدين اوكي. وبعدين تيجي تروح على سوليد ووركس فليكسنت سيرفر وبعدين تضغط عليها كليك يمين وبعدين بروبرتيز، وبعدين برضو تيجي تتأكد ان هي اوتوماتيك بالشكل ده، وبعدين تضغط على ابلاي وبعدين اوكي. وبعدين تيجي تروح على سوليد ووركس للسينسنج سيرفيس وبعدين تضغط عليها كليك يمين وبعدين بروبرتيز، وبعدين تتأكد ان هي مانوال بالشكل ده. لازم تاخد بالك ان هي مانوال، وبعدين ابلاي وبعدين اوكي. وهتيجي من فوق من هنا وتضغط على ستارت. بعد ما يخلص كده هتقفل نافذة السيرفيس بالشكل ده وتروح تجرب البرنامج شوفه هيشتغل معاك ولا لا، وان شاء الله يشتغل معاك. لو البرنامج برضو ما اشتغلش معاك هنروح بقى للطريقة الرابعة والأخيرة. دلوقتي هنروح نعيد ترتيب ملفات الكراك الخاصة ببرنامج السوليد ووركس من الأول، عشان لو في حاجة اتمسحت بالغلط مع الوقت أو كده نرجع نحطها في مكانها تاني في كورس السي والبرنامج يشتغل معانا. طيب انا هجيب اصلا ملفات الكراك دي منين؟ ملفات الكراك دي بتكون نازله مع البرنامج، يعني انت وانت بتنزل البرنامج كانت ملفات الكراك دي موجوده عندك اصلا. هتحطها زي انا ما هعمل دلوقتي قدامك بالظبط. طيب لو مش انت اصلا اللي كنت مسطب نسخه السوليد اللي موجوده عندك على الجهاز وكنت مدي الجهاز لحد يسطبها لك، وملفات الكراك دلوقتي ما عادتش موجوده عندك، هتشوف السوليد اللي عندك ده اصدار سنه كام، مثلا اصدار سنه 2020 او 2022، وتروح تنزل ملفات الكراك الخاصه بالبرنامج دي لو لقيتها، وتروح تحطها زي ما احنا هنحطها كده بالظبط. هي دي ملفات الكراك الخاصة بالبرنامج اللي موجودة عندي. دي ملفات كراك سوليد 2022. انا هسيب الملفات دي على قناة التليجرام، لو حد معاه سوليد 2022 ياخد الملفات دي لو فيه مشكلة فيها ويعيد ترتيبها من الاول تاني، وان شاء الله البرنامج يشتغل معاه.
ملفات الكراك بتكون بالشكل ده، بيكون ملف بروجرام فايل وبروجرام فايل 86 وسوليد وركس فليكسنت سيرفر، وبعدين بتلاقي معاهم ملفين التنشيط الموجودين تحت خالص دول. هتفتح كل واحد فيهم بالشكل ده، وبعدين تضغط على يس وبعدين اوكي، وبعدين هتيجي تفتح الملف التاني وبعدين تضغط برضو على يس وبعدين اوكي، وبعدين هتيجي تاخد الثلاث ملفات دول كوبي بالشكل ده، وبعدين على كورس السي وتيجي هنا تعمل لهم بيست، وبعدين تضغط على ريبليس، وبعدين تيجي تفعل الاختيار ده وبعدين تراي اجين، وبعدين تيجي تفعل الاختيار ده تاني وبعدين سكيب. هتلاقيهم اتحطوا معاك بالشكل ده. هتيجي تروح تفتح ملف سوليد وركس فليكسنت سيرفر وتروح على السيرفر انستول وتضغط عليه كليك يمين وبعدين ران از ادمنستريتور. هيجيب معاك الشاشة السوداء بالشكل ده كده، هتسيبه يحمل براحته. أول ما يخلص هتضغط على مسطرة من الكيبورد وبعدين تخرج وتروح تجرب البرنامج، وإن شاء الله تلاقي المشكلة اتحلت معاك. لو المشكلة لسه موجودة معاك وما اتحلتش ابعتلي في التعليقات وأنا هتواصل معاك، وإن شاء الله نقدر نحل المشكلة دي مع بعض. بس ده كان فيديو النهاردة، يلا سلام، أشوفكم في فيديو جديد.